السلام عليكم. المهم احنا في اعتصام من يوم من البارح امام المطرح، وكان المطالب ديالنا هو اجره شهر غشت اللي مازال ما تصرفت للعمال. كتعرف عندنا التزامات بنكيه والتزامات عائليه، راه كتدخل دابا غير لدارك كيقول لك الدري جيب لي بابا هادي ولا جيب لي هادي، ولا الناس راه ما عندها ما توكل الله يحفظ، راه والو. عندنا بايتين من البارح، ما عندنا ما ناكلو، ما عندنا ما نشربو، ولادنا ما عندهم لا كتب لا والو. هاد الشيء راه حضرناه، هاد الشيء عطيناهم راسلناهم من شهر 5 وحنا كنقول لهم هاد الشيء هاد القطاع راه ماشي للهويه. وللاسف دابا راه الحديد نصو طايح ولا كاع طايح كامله. المازوت كان شحال كيتقطع عليهم، مره يجي مره ما يجي، الزيت ما كاين، الروايد ما عندهم لا ليقات، الحوايج العامين هادي ما شديناهم. هاد الشيء هذا راه قلناه عليهم شحال هذا، وكل الجهات كتحمل المسؤوليه ديالها، وحنا راه ما مفكين، حنا غادي نبقاو هنا نموتوا ولا نحياو. المهم كل جهه كتحمل المسؤوليه، فراسلناهم كل فلا كيتحمل المسؤوليه ديالو. وناشد جميع المسؤولين لحل المشكله في اقرب وقت. اننا شفناهم في شهر 5 قلنا لهم ودي هذا القطاع راه ماشي الهويه. وتحيه للجميع. لا اله الا الله، راه كتدخل ما عندك ما توكل، ما عند بنادم مسكين ما يوكل. كاين اللي عنده التزامات مع البنك، كاين اللي كاري ما مولك راه بغى يروح لحوايجو، راه ما بقى غنجيبوا عائلاتنا هنا، ما عندنا ما ناكلو كلاو. صافي لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الشيء راه ماشي الهويه، لله وانا اليه راجعون. ما عند بنادم ما ياكل، ما عنده ما يشرب. كنبغي نشكر الاخ ديال النوتيداي الله يجازيه بخير على هذا الموقف ديالو. وواحد الرساله اللي بغينا نصيفطوا للمواطنين. حنا اليوم جينا محتاجين الاجره ديالنا. حنا كاينين شحال ديال المتطلبات، شحال ديال الامور ديالنا، ديال الحقوق ديالنا مهضومين في هذا القطاع. ولكن ملي كتوصل حتى الاجره، هاد الناس كيجي العيد، حتى العيد الفايت تحرمنا من الفرحه ديال العيد. تصور لنا الابن ديالك الجيران لابسين الحوايج، حنا ما لابسينهمش، ولادنا علاش ما تخلصناش؟ حتى داز العيد عاد تخلصنا. كيجي رمضان نفس المشكل، دائما المعاناه، ما كيخلصوناش، كيعطلوا علينا الخلاص. وكتعرفوا المتطلبات ديال رمضان، ودابا حنا على ابواب الدخول المدرسي عندنا نفس المعاناه. تصور ان الابن ديالك غيشوف هذاك التلميذ اللي معاه في القسم لابس حوايج نقيين وجداد، وحنا ما لقينا باش نشريو الحوايج لولادنا، ما لقينا من نوكلوهم، والناس كاريه. واش مولك راه غيعقل عليك؟ انا كنوصل واحد الرساله للمسؤولين. تصور انت المسؤول، انت براسك يتقطع عليك الصالير ديالك، اش غيقول لك ولدك؟ اش غتقول لك بنتك؟ اش غتقول لك عيالك؟ اش غيقول لك؟ راه الله يجازيكم بخير. حنا راه ما عندنا اهداف سياسيه، باش نكونوا منطق، راه ما دافعنا حتى شي واحد. حنا واحد الحاجه، حنا كنعتذروا لهاد الناس الساكنه ديال مدينه قلميم على هاد الحاله اللي رجعت لها المدينه اليوم. راه الازبال والنفايات في كل بلاصه، ولكن راه ما بقاش عندنا شي حل. راه حتى واحد ما حس بينا. هاد الناس راه صيفطنا لهم مراسلات وطالبناهم وعاودنا دفعنا لهم وحضرناهم قبل ما يوقع هاد الكارثه. ودابا راه وقعت الكارثه. يعني حنا ملي ولا الزبل المطرح ولا كيوصل حتى الميزان، بالله عليكم حتى كيوصل دابا الميزان، واش هادي حاله؟ هذا راه بعدا هذا راه خطر على الساكنه، لهذا كناشدوا المسؤولين باش يتدخلوا ويعالجوا هذا المشكل، حيت حنايا راه كنعانوا في صمت. راه يجي معنا غير واحد يطلع معنا يجي يشوف غير المعاناه. حنا راه دابا العمال ديال النظافه ولاو كيشروا ادوات العمل باش يخدم هو مرتاح. هذا راه العامل كيشري الليقات، الحوايج راه ما بقاوش كيعطوهم لينا، دابا الحوايج شحال هادي شي عامين هادي ما شديناش الحوايج، خدامين حنا كنتقاتلوا. عندنا واحد اللبسه كان هذاك النهار اللي ما كتصبنها والله النهار اللي كتلبسها كيجي الكونترول ولا المسؤول كيقول لك على ما لبستي اللبسه وانت ما عاطيني اللبسه، تقول لي علاش؟ والله مثلا كتهز الزبل ما كتلقى باش تهزو، كيقول لك فيني ليا. باش غنفيني لك؟ واش انا غنمشي نشري لك الشطافه؟ راه الدراري كيشروا الشطاط بجيوبهم، راه ملي كيتخلصوا راه كيمشيو يشروا على ادوات العمل باش ينقي المدينه، باش تخرج في واحد البيئه اللي هي نقيه ومزيانه. ولكن هاد الناس هاد المسؤولين راه ما كيحسوش بينا. لهذا الله يجازيكم بخير. حنا كنعتذروا مره اخرى بنيابه على جميع العمال، كنعتذروا للساكن على هذه الحاله اللي وقعت. حنا راه ليله راه تقهرنا، راه الناس كارين، راه كاين اللي تابعوا الضوء والماء وزايد الدخول المدرسي، راه كتعرفوا المتطلبات، راه حنا ولادنا ما شريناهم لا دواء.
السلام عليكم. اولا الاخ نحيي الاخ صاحب موقع نون توداي على هذا على هذا التضامن. بالنسبه لنا حنا كنقابه المنضويه تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب صابرة بما فيه الكفايه. نحن اصحاب الحوار، راسلنا الشركه عده مراسلات وبدون استجابه. راسلنا كذلك مندوب الشغل مفتش الشغل، راسلنا البلديه، كاع الجهات المسؤوله راسلناها، بما في ذلك باننا لدينا محاضر وقعت امام تحت اشراف السيد الباشا ولم تطبق. ورغم ذلك صبرنا، لان علاش؟ احنا ابناء المنطقه وهذه المدينه راه عزيزه علينا ونبغوها تكون سليمه ونظيفه. لكن للاسف حتى يعني كنقدروا نعاتبوه هنا حتى مثلا لجنه التبع، لان علاش ما كتطبقش دفتر التحملات. من في ذلك البدل ما بقاش كتعطى، ادوات واليات العمل ما بقاش كتعطى، عده امور يعني. ولكن ملي وصل الامر عند الاجر، فالاجر خط احمر، انه هو مصدر المعاش ديال وليداتنا وديال عائلاتنا، وكيتابعوا المصاريف ديال الكراء، مصاريف صاحب البقال، الخضار، الجزار، وزيد على ذلك. لهذا نطلبوا من المسؤولين باش يحلوا هذا المشكل في اقرب وقت، وراه لا تنازل على الحق ديالنا. وشكرا. فيكتوار.